الموضوع ان في الدوله بتعمل طريق اسمه الطريق الدائري الاقليمي. الطريق الدائري الاقليمي ده جاي من بلبيس على منيا القمح، على بلاد تبع مركز منيا القمح، داخل القليوبيه. في القليوبيه هيطلع من القليوبيه على المنوفيه. لما جم يقيسوا الناس بتوع الشرقيه ناس طيبين، نزلوا قاسوا في الطريق عرض 90 متر، 90 متر في اجود الاراضي الزراعيه اللي موجوده في مصر. عشان قالوا طريق ده دايري اقليمي والدوله عايزاه ومصلحه البلد، خاصه ان الفلاحين سكتوا. لما راحوا القليوبيه الفلاحين اللي في القليوبيه وقفوهم، قال لهم لا انتوا هتعملوا ايه؟ ده الارض الزراعيه ارض غاليه والناس بتاكل فيها وما نقدرش نفرط في المساحات دي كلها. المحافظ بتاعهم المحافظ محمد عبد الظاهر واللي هو امين يسري مدير امن المنوفيه نزلوا لهم، محمود يسري، ونزلوا لهم واتفقوا معاهم على الايراد 60,000 جنيه، والناس الفلاحين بتوع القليوبيه وافقوا. رجعوا راحوا محافظه المنوفيه، ما هو الطريق ماشي من الشرقيه للقليوبيه للمنوفيه، برضه اعترضوهم الاهالي ونزل لهم المحافظ، نزل المهندس ابراهيم محلب شخصيا، نزل لهم شخصيا وكان رئيس وزراء، واتفقوا انهم يختزلوا عرض الطريق الى 60 متر بدل 90 يبقى 60، وان 60 متر هتفي بالمواصفات المطلوبه في الطريق. اما صدر القرار كده، جت هيئه الطرق والكباري اختارت المساحه عندنا في الشرقيه باختزال قياس الطريق عرض الطريق الى 60 بدل من 90 متر. جت هيئه المساحه مديريه المساحه في الشرقيه قالت لهم ان احنا خلصنا قياس على 90 اللي انتوا اخترتونا بها الاول، انتوا اللي طلبتوا ان احنا نقيس على 90، فعشان نرجع نعيد تاني فالمساله تتطلب دراسات فنيه وتتطلب وقت. اذا هتدونا الوقت الكافي ابعتوا لنا الخرايط. طبعا هيئه الطرق والكباري مستعجله علشان خاطر عايزه الطريق يتسلم في توقيت معين، فلما لقت ان هيئه المساحه طالبه وقت عشان محتاجه دراسات فنيه عشان تختزله، فقالت خلاص ايه هنكمل على 90 ونكملوا نزع ملكيه الشرقيه على 90. اصبح محافظه الشرقيه عرض الطريق فيها 90 وعرض الطريق في المنوفيه 60 متر. نيجي بقى في الاسعار، جت لجنه تسمين الاسعار تمنت ارض القليوبيه بعد احتجاجهم على 60,000، جم عند الشرقيه وتمنوا لها الارض ب 22,000. ارض القليوبيه ارض ملاصقه لارض الشرقيه مجاوره، قريه شبلنجه لازقه مباشره لقريه الصنافين وامرونه وسنهود، يعني الاراضي متداخله، والقمح اللي مزروع هنا والقمح اللي مزروع هنا وزراعات تقليديه. 60,000 هنا و22,000 هنا، يعني حضرتك يقف الواحد الفلاح من دول يقف يحط رجل في ارض ب 60,000 ويحط رجله ثانيه في ارض ب 22. اصبح فلاحين الشرقيه واخدين على دماغهم. ايه اللي مطلوب؟ المطلوب انصاف فلاحين الشرقيه. انت اديتهم، خدت منهم 90 متر عرض وخدت من المنوفيه 60، ولما هيئه الطرق والكباري طلبت من المساحه تخفضوا ل 60، المساحه طلبت الوقت الهيئه ما رضتش. كان ايه اللي يمنع انها تدي لهم الوقت الكافي لاعاده القياس على 60 متر، توفيرا لمليارات الجنيهات اللي هتهدر في التعويضات، وتوفيرا لالاف الافدنه اللي هتضيع. ده في فلاحين غلابه بياكل في الربع فدان ونص فدان، الناس بقت تشيل التراب على راسها. المطلوب إعادة النظر في تتمين الأرض زي ما قال الأستاذ ياسين. احنا عندنا فدان ونص، وعندي 3 جدعان من ظهر الدنيا. الفدان ونص دي ولا انا ورثاه ولا انا واخداه بخته، شارياه بعرقي وذلي انا وجوزي وعيالي. عندي من ظهر الدنيا 3 جدعان، ما فيش منهم واحد موظف، ما فيش منهم واحد بيدخل بيت جنيه، ومتجوزين ومعاهم عيال مش عارفين يمشوا بيتهم، وعيالهم في الدنيا الغاليه حضرتك اللي انت شايفها دي. بنينا لهم مفرخه، المفرخه كلفناها 150,000، جبنا سلفه من البنك والله وتعالى البنك ما نسد لحد وقتنا هذا، وصابين الارضيه لسه ب 50,000 جنيه، وجم ياخدوا الفدان ونص. سيادتك ياخدوا الفدان ونص يوظفوا له ال3 عيال، وظفوا له ال3 عيال يمشوا يفتحوا بيوتهم ويعيشوا عيالهم، ومش عايزين الارض. انا الفلاح هروح فين بعد كده؟ مش مين الا كده. الطريق لما كان شويه هيفوت له رصيد اكل فيهم عيش. طب اروح بتاعت اسر فين؟ لما خدوا مني الفدان ولا وظيفه ولا علم موظفه ولا حاجه، هيطلعوا يسرقوا. طب اروح فين يا بيه؟ واطلب ايه 22,000 في الايراد؟ انا اللي كفرت في السعوديه على ما جبتهم.